قبل ما نبدأ فيلمنا يا ريت تدعمنا باللايك علشان يوصل لعدد أكبر. يلا نبدأ. فيلمنا بيبدأ في بيت سعيد مع طفلة اسمها هولي، وهي بتتعشى مع عائلتها، وبيبان إن إخواتها ما بيحبهاش قوي، وبتبقى هولي متعلقة جدا بأمها، ودايما الاتنين بيبينوا ده لبعض. وبعد فترة أمها بيجيلها سرطان، وبتقضي وقتها مع أمها وبتحاول إنها تفضل إيجابية دايما علشانها. وبعد فترة أمها بتموت بسبب المرض، وبتحس هولي بالحزن الشديد بسبب إنها فقدت أمها. وفي وقت العشاء أبو هولي بيسأل أخوها وأختها كان يومهم عامل إزاي في المدرسة، ولكنه ما بيسألش هولي على أي حاجة، وبيتجاهلها وبيمسك موبايله وبيمسح أخواتها اسمها من على باب أوضتها. حتى في المدرسة المدرس ما بيديش اهتمام لهولي لما بترفع إيدها. ولما بتتصور العيلة مع الأب بمناسبة أول يوم في المدرسة بتحصل حاجة غريبة، وهي إن هولي مش متواجدة في الصورة رغم إنها كانت واقفة جنب عيلتها. وبتسألهم هولي في إيه وإيه اللي بيحصل، لكن محدش بيسمعها ولا بيرد عليها. ولما بتروح هولي لأوضتها بتلاقي أبوها حول الأوضة بتاعتها المخزن، وبتتفاجئ باللي بيحصل، وبتكون حاسة إن مفيش حد بيحبها لحد ما بتستوعب إنها بقت خفية وإن الناس مش بيتجاهلوها ولكنهم مش شايفينها. وبعد سنين بتكبر هولي وبتعرف إنها تتأقلم تدريجيا على كونها مخفية، وبتعيش لوحدها في شقة، وبيجيب لها عملاء التوصيل اللي هي عايزاه لحد البيت، وبتديهم الفلوس من تحت الباب. وعمرها ما بتوريهم نفسها علشان بتكون خايفة ان هم يفتكروها شبح. وبتكون هولي متعينة في وظيفة وشغلها بيكون بالليل، وبتستغل انها مخفية فبتشتغل في فضح المشاهير، وشغلها بيكون عامل زي المصورين الصحفيين، وبتصور الحياة الشخصية للمشاهير وبتبيعهم للصحف. ودايما بتتواصل معهم عن طريق رسائل الموبايل علشان هم مش هيشوفوها او يسمعوها. وبتبقى هولي مستمتعة جدا بشغلها علشان بتروح لأي مكان وبتعمل اللي هي عايزاه، وما بتكونش بتتبع القواعد، وما بيكونش لها دعوة بأي حاجة. وفي ليلة وهي بتمشي ورا واحد من المشاهير وهو داخل البار بتحصل حاجة غريبة، وبيشوفها حارس الأمن في البار شين وهي بتصور الشخص المشهور. ولما بتمشي هولي بعد ما صورت الصور بيمسكها شين من إيدها وبيسألها هي ليه كانت بتصور الناس في البار. وبتتصدم هولي لأن مفيش حد شافها أو اتكلم معاها من سنين، وبيطردها شين من البار وبيحذرها وبيقول لها إنها لازم تحترم حياة الناس الخاصة. ولما بيخرج حارس تاني علشان يشرب سيجارة بتسأله هولي هل هو شايفها، ولكنه ما بيبصلهاش ولا بيسمعها، وكمان حتى الست اللي ماشية وراها. وفي تاني يوم بتزور هولي قبر أمها وبتقول لها على قصة حارس البار العشوائي اللي بيعرف يشوفها ويسمعها. ولما بترجع للبيت بتعرف بالصدفة إن حارس البار شين ما كانش مجرد حارس أمن، إن هو ما كانش مجرد حد عشوائي، وبيطلع إن ليهم صلة ببعض. وبتعرف إن هو كان مقاتل محترف في حلبات الفنون القتالية، وكان في علاقة رومانسية مع حبيبته الممثلة المشهورة. وبتعرف كمان إن شين تم ضبطه وهو بيخون حبيبته، وده كان بسبب هولي لما هي صورته تبع شغلها وفضحته. والفضيحة أدت لتدهور حياته المهنية والاجتماعية بشكل عام. وبتحس هولي بالذنب وبتقرر انها ترجع للبار علشان تعترف لشين على اللي حصل، وبيتضايق منها وبقول لها انت سبب في تدهور حياتي. وبتقول له انها عايزه تعوضه باستعاده سمعته ومسيرته المهنيه في القتال، وبتقول له انها هتساعده بالشروط اللي هو هيختارها ويحددها. لكن لما بتقول له لشين ان هو الوحيد اللي بيعرف يشوفها ويسمعها ما بيصدقهاش. وبعد دقايق بقابل شين مديره، بتعرف انها تساعد شين وبتفضح المدير اللي عايز يخصم $500 من مرتبه. وبسبب اللي عملته هولي بيصدقها شين اخيرا وبيوافق على عرض هولي ليه. وبعد ايام بيدعو شين هولي لحضور مباراة القتال في نادي صغير كده للقتال، وبتتفرج عليه هولي من مسافة قريبة وبتشوفه وهو بيهزم خصمه بسهولة. وبتكون هولي شايفة ان شين يستحق ان هو يقاتل في اماكن اكبر ومع خصوم اقوى، وبتوعده انها تساعده وتخليه يقاتل في مباريات افضل واصعب. ولما بتروح هولي بيتها بتدور اونلاين على المقاتلين، وبتعرف انها توصل لمقاتل قوي اسمه سواريز. وبتروح هولي لبيت سواريز تاني يوم وبتبعت له صورة وبتبتزه بيها باستخدامه للحبوب العلاجية الغير مصرحة، وعلشان ده بتقرر انها تعمل معاه صفقة. وبيبقى سواريز خايف ان وسائل الاعلام تدور سمعته القتالية فبيوافق على صفقة هولي. وبعدها بيستقبل شين مكالمة من المدير بتاعه وبيقول له انه عنده مباراة قتال مع سواريز بعد 6 اسابيع. وبيتحمس شين جدا وبيشكر هولي على اللي عملته، وبيركز شين على تمارين المكثفة وبيستعد للقتال اللي هيحدد مستقبله. وبيكون القتال ما بين شين وسواريز اتشهر، ووسائل الإعلام والسوشيال ميديا بيتكلموا عنه، وبيكون الجمهور قلقان ازاي شين هيلحق يجهز بس في خلال 6 أسابيع. ولما بيتمرن شين بتدعمه هولي
وبتصوره علشان تشهره وتخلي الناس تتكلم عنه. وفي يوم القتال بيسألها شين لو هي عايزة تحضر وتتفرج على مباراة القتال، ولكنها بترفض وبتتفرج هولي على المباراة على التلفزيون. وبيتفاجئ الجميع لما بيكسب شين وبخلي سواريز يستسلم في الجولة الثالثة، وبكون اللي حصل ده عكس توقعات الجمهور والسوشيال ميديا. وبعد المباراة بيروح شين لبيته وبيطلع معه هولي لسطح البيت وبيتفرجوا على القمر مع بعض، وبيجيب لها ايس كريم. وبكون شين متعود انه هو ياكل ايس كريم دايما بعد مبارياته، وبقول لهولي ان ستايل لبسها عاجبه. وبتتحرك مشاعر هولي وببوس شين هولي، ولكن بيتسحب مصور صحفي وبيطلع للسطح وبيصور شين وهو بيبوسها. ولما بياخد شين باله بيطرد المصور، ولكن المصور بيعرف يهرب بسرعة. وبيكون الموضوع ده بالنسبة لهولي عادي، وبتقول لشين انه هو يظهر لوحده في الصورة. وفي تاني يوم بتتمشى هولي في المدينة وبتشوف مقال في الصفحة الأولى في الجريدة عنوانه من هو صاحب الظل. وبتفرح هولي لما بتشوف نفسها على شكل ظل لما المصور صور شين والقمر كان منور وراه. وفي القتال اللي بعد كده بيكون شين ضد مقاتل اسمه تومي اللي كسب درعين بلاتينيوم في القتال. وفي خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة بيتراهن مع الجمهور انه هيهزم شين اشد هزيمة في الجولة الاولى. وبيتعصب شين وبيتخانق مع تومي في المؤتمر. وبيبقى اخر سؤال من الصحفيين في المؤتمر هو هل جوليانا حبيبته السابقة هي صاحبة الظل اللي في الصورة، ولكن شين ما بيرضاش انه هو يعلق على السؤال. وبعد انتهاء المؤتمر بتستخدم هوليا قدراتها تبعت له صورة وبيظهر فيها ان حبيبة تومي عندها 16 سنة وتحت سن الرشد. علشان تثبت كلامها ده بتبعت لتومي بطاقة هوية حبيبته في المدرسة. وبيخاف تومي وما بيبقاش عنده اختيار الا ان هو يقبل صفقة هولي، والنتيجة لده بيخلي تومي شين ان هو يكسب في يوم المباراة، وبترجع سمعة شين زي الاول واحسن. وبعد ايام بتنشر هولي اشاعات عن شين اللي هو هيبقى ضد المقاتل جاكسون اللي بيكسب دايما مبارياته وبيكون هو لاعب محترف، ولكن ما بيكونش في طريقة هولي تفضح بيها جاكسون بسبب انه هو مش في علاقة وما بيشربش مخدرات، بيبقى انسان مثالي للانضباط. وبتقرر هولي انها تتكلم مع شين وتطلب منه انه هو يساعدها عشان تعرف نقطة ضعف جاكسون. لكن لما بتروح هولي لشين وهو في البار بتشوفه مع جوليانا وبتعرف انه هم رجعوا لبعض تاني، فبتتضايق منه هولي وبتتعصب عليه وبتمشي. وبيجري شين وراها وبيقدر يوصل لها وبتقول له هولي بالغلط وهي متعصبة انها بتزت تومي علشان كده هو كسب. وبيتعصب شين لما بيعرف حقيقة اللي هولي عملته، وده لانه انسان شريف وواثق من نفسه وعنده مبادئ. وبقول لها شين انه هو عايز يكسب بقدراته الحقيقية ومش محتاج منها اي مساعدة. بقرر انه هو يسيبها وما يتعاملش معاها تاني بالرغم من انه هولي بتعتذر له. وبترجع هولي تعيش حياتها المملة من تاني من غير وجود شين في حياتها، وبترجع لشغلها وبتروح البار وبتصور المشاهير وبتبيع الصور للصحف. وبعد أيام بروح لها شين البيت وبيعترف لها أن سبب فشله في الماضي ما كانش موجود في صورها، وأنه كان بسبب ثقته الزايدة بنفسه وحياته ما كانش لها أي معنى. وبيبقى شين راح لها علشان يقول لها الكلمتين دول وما بيصالحهاش وبينهي علاقته بيها. وبتتعصب هولي وبتفقد سيطرتها على نفسها بعد ما شين انفصل عنها، وبتعيط وبتكسر كل حاجة في البيت. وفي يوم بتبص هولي في المراية على نفسها وبتكون مش موجودة لأول مرة وما بتشوفش انعكاسها. حتى شين الوحيد اللي في العالم بيشوفها ما بقاش يعرف يشوفها تاني، وبتحس بخيبة أمل وإحباط. وبتقرر إنها تنتقل تعيش في مدينة تانية، وقبل ما تمشي بتروح علشان تزور عيلتها وبتساعد أختها علشان توري جوزها نتائج اختبار الحمل. وبتساعد كمان أخوها علشان يتكلم مع البنت اللي هو معجب بيها بس مش عارف يوصل لها. وبتعرف هولي إن أبوها راجل لطيف عكس ما هي كانت فاكرة، وده عادة لأنه بيزور قبر مراته بعد موتها. وبتستوعب هولي إنها ما كانتش بتبذل مجهود علشان تخلي الناس اللي حواليها يحبوها. وفي القتال النهائي بيكون شين في الحلبة ضد جاكسون وما بيكونش ند ليه، وبيكون في فرق جديد في القوة والمهارة. وبيتضرب شين ضرب مبرح من جاكسون وما بيعرفش إنه هو يدافع عن نفسه، وبتقلق هولي على شين وبتروح تحضر الماتش. وبتحزن لما بتشوف حبيبها وهو بيتألم بسبب الضربات من جاكسون. وبتستغل هولي بكونها خفية وبتتسلق السياج وبتدخل الحلبة علشان تبقى موجودة جنب شين. ولما بتلمسه على الأرض وبتقوله إنها دايما هتبقى جنبه فجأة بيشوفها شين تاني، ومش بس هو ولكن كل الحضور. وبخرج الحارس هولي بره الحلبة علشان يكملوا الماتش، ولكن شين بيخسر الماتش في النهاية. وبعد الماتش بيخرج من قاعة القتال وبيقابل هولي وبيحضنها وبيبقوا مع بعض من جديد. وبعد أيام بتروح هولي لأبوها علشان تشوفه، والأول مرة من سنين بيعرف أبوها أخيرا إن هو يشوفها. وبتحضن هولي أبوها وهم بيعيطوا من الفرح. بس كده يا صديقي، وإلى هنا بينتهي فيلم النهاردة. سلام.